أهلا بيكم يا ولاد. أنا مستر ريمون حنا، والنهاردة مع بعض هنحل الاختبار اللي موجود في صفحة 232 من كتاب بيت باي بيت. يلا مع بعضينا نحل الاختبار. نبتدي بالسؤال الأول، سؤال الاختيارات. نقرأ مع بعض الجملة نمبر 1 بتقول ايه؟ teacher يعني المدرس أو المدرسة، كان بيقدر. teacher كان، المدرس بيقدر. change يعني يغير. teacher كانت change، المدرس بيقدر يغير. students يعني التلاميذ. وطالما حط لها apostrophe اس يعني حاجة بتاعت التلاميذ. هو المدرس بيقدر يغير ايه للتلاميذ؟ يا ترى بيقدر يغير اول كلمة في الاختيارات hair شعرهم، ولا يغير things يعني اشياء التلاميذ، ولا يقدر يغير teeth يعني اسنان، ولا يقدر يغير lives يعني حياة التلاميذ. احنا عارفين يا ولاد ان المدرسين بيقدروا يغيروا حياة التلاميذ بتاعتهم. ازاي يا مستر بيقدروا يغيروا حياتهم؟ المدرس يا ولاد لما بيعلمكم حاجات جديدة انتوا مخكم بينور، وبتقدروا تتعلموا مهارات جديدة وحاجات جديدة في حياتكم بتخلي حياتكم احلى. يبقى المدرس بيقدر يغير ايه التلاميذ؟ المدرس بيقدر يغير حياة التلاميذ. بيغيرها ازاي؟ لما بيعلمهم حاجات جديدة ومهارات جديدة. يبقى الجملة على بعضيها teacher المدرس كان بيقدر change يغير students lives يعني حياة التلاميذ. نروح للجملة نمبر 2. احنا ايه؟ respect يعني نحترم. respect يعني نحترم to the people. يعني إلى. the people يعني الناس. around يعني حول. احنا around us يعني حولنا. the people around us يعني الناس حوالينا. هو ايه الاحترام الى الناس حوالينا؟ طبعا احنا بنظهر الاحترام للناس حوالينا. دايما يا ولاد لما تشوفوا كلمة respect على طول حطوا قبليها كلمة show اللي هي تاني كلمة في الاختيارات. احط كلمة ايه؟ show. يبقى we show احنا بنظهر respect الاحترام to إلى the people around us للناس حوالينا. احنا بنظهر الاحترام للناس حوالينا. we show respect to the people around us. تاني، اول ما تشوفوا كلمة respect معناها الاحترام. respect يعني ايه؟ الاحترام. حطوا على طول قبليها كلمة show، نظهر الاحترام. show respect. الكلمتين دول دايما بيجوا قبل بعض. طب بقية الكلمات معناها ايه يا مستر؟ اول كلمة عندنا في الاختيارات disagree يعني مش موافق. يعني ايه؟ مش موافق. طب تاني كلمة show يعني نظهر، وهي كلمة الصح. طب تالت كلمة talk يعني نتكلم. مش هتنفع. طب رابع كلمة work يعني يعمل أو العمل. work مش هتعمل. يبقى الجملة الصح نقولها على بعضها ايه؟ we show respect احنا بنظهر الاحترام to the people إلى الناس around us حوالينا.
نروح للجملة نمبر 3. good teacher. good teacher يعني المدرس الجيد أو المدرس الكويس. is بيكون always دايما. المدرس الجيد أو المدرس الكويس دايما بيكون دايما ready to جاهز أن. ready to جاهز أن. هو المدرس الكويس أو المدرس الجيد دايما بيكون جاهز إن هو يعمل إيه؟ بصوا يا ولاد، المدرس الكويس أو المدرس الجيد دايما بيكون جاهز إنه يتعلم. دايما جاهز إنه إيه؟ يتعلم. طب يتعلم يعني إيه يا مستر؟ يتعلم يعني learn. تالت كلمة عندنا في الاختيارات learn يتعلم. learn يتعلم. يبقى الجملة على بعضيها good teacher is always المدرس الجيد is بيكون always دايما ready to جاهز أن learn يتعلم. يعني ايه؟ طب يعني ايه يا مستر المدرس الجيد جاهز انه يتعلم؟ دايما يا ولاد المدرس الحلو دايما بيتعلم عشان يقدر يفيد التلاميذ بتوعه كويس، عشان يقدر دايما يكون جاهز انه يجاوب على كل الاسئلة اللي بيقولوها. دايما بيتعلم حاجات جديدة من اللي حواليه، وبيتعلم حاجات جديدة في الحاجات اللي هو بيدرسها عشان يبقى عنده مادة علمية يقدر يعلمها كويس. لكن مدرس ما بيتعلمش يعني ما بيستفادش، يعني ما بيزودش مهاراته، يبقى مدرس خيبان. لكن المدرس الجيد دايما بنلاقيه بيتعلم حاجات جديدة على طول. دايما بيتعلم حاجات جديدة ايه؟ على طول. يبقى الجملة تاني good teacher is always ready to learn. جاهز ان هو يتعلم. طب بقية الكلمات معناها ايه يا مستر؟ اول كلمة عندنا كلمة sleep ينام. sleep يعني ينام، طبعا غلط. play يعني يلعب، طبعا غلط. learn يتعلم، هي الكلمة الصح. رابع كلمة drive يعني يسوق، طبعا غلط. نروح للجملة نمبر 4. أنا don't لا throw يعني أرمي. يعني أرمي. letter يعني زبالة. يعني الزبالة. throw أرمي، letter الزبالة. الزبالة. throw letter أرمي الزبالة. أرمي الزبالة. I don't throw litter. أنا مش برمي الزبالة. because عشان. أنا respect بحترم. بحترم ايه؟ هو أنا لما ما برميش الزبالة أنا ما برميهاش عشان أنا بحترم مين؟ أنا ما برميهاش عشان أنا بحترم عامل النظافة. عامل ايه؟ النظافة. طب عامل النظافة يعني ايه؟ كلينر. اول كلمة عندي في الاختيارات. دايما يا ولاد احنا مش بنرمي الزبالة عشان احنا بنحترم عامل النظافة اللي بينظف لنا المكان. هو يعني بيتعب وبيشقى عشان ينظف لنا المكان، اجي انا ارمي الزبالة واضيع مجهوده؟ لا. فانا لما برميش الزبالة انا كده بحترم عامل النظافة اللي تعب ونظف لي المكان. فهمتوا يعني ايه؟ يبقى I don't throw litter. انا مش برمي الزبالة because عشان I respect انا بحترم the cleaner عامل النظافة. طيب تاني كلمة في الاختيارات اسمها ايه يا مستر؟ guide يعني المرشد السياحي. غلط. طيب electrician تالت كلمة في الاختيارات. electrician يعني الكهربائي، طبعا غلط برضو. طب رابع كلمة dentist يعني دكتور أسنان. يبقى الكلمة الصح في الاختيارات هي أول كلمة cleaner عامل النظافة. يبقى الجملة تاني
I don't throw litter. أنا مش برمي الزبالة because عشان I respect أنا بحترم the cleaner عامل النظافة. تعالوا بقى يا ولاد نحل السؤال التاني. سؤال القطعة بيديني 4 كلمات، عايز نحط 3 كلمات منهم في القطعة. نبتدي نقرأ أول كلمة عندي كلمة ready. ready ready يعني جاهز. ready يعني جاهز. ready ready يعني جاهز. وفي أكتر الحالات يا ولاد لازم يجي بعديها to، يعني دايما دوروا بعد كلمة ready دايما حرف الجر to عشان تبقى ready to جاهز أن. ready to تبقى جاهز أن، يبقى كلمة ready لوحدها يعني ايه؟ جاهز. طب الكلمة اللي بعديها كلمة patient. patient 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 يعني صبور، واحد كده بيبقى عنده صبر. patient صبور، عنده صبر كتير. patient صبور، وليها معنى تاني بتيجي بمعنى مريض بس قليل قوي، لكن اكتر معنى بتيجي بيه كلمة patient كلمة صبور. patient. طب تالت كلمة encourage. encourage 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 دي يعني بيشجع. encourage يعني بيشجع. طب رابع كلمة parents. parents parents يعني الآباء. parents يعني ايه؟ الآباء. تعالوا بقى نقرا القطعة مع بعضينا. teaching teaching يعني التدريس أو التعليم. teaching teaching يعني التدريس. is بيكون one واحدة. one واحد أو واحدة. one واحد أو واحدة. of من the best jobs. the best jobs jobs يعني الوظائف. the best يعني أحسن أو أفضل. best job أحسن أو أفضل الوظائف. التدريس بيكون واحدة من أفضل الوظائف في the world العالم. the world العالم. التدريس بيكون واحدة من أفضل أو من أحسن الوظائف في العالم. the world يعني العالم، وحط نقطة يبقى هيبتدي يقرأ جملة جديدة. the teachers المدرسين أو المعلمين. the teachers المدرسين أو المعلمين need to بيحتاجوا أن. need بيحتاجوا to أن إيه؟ their students يعني التلاميذ، و their يعني بتاعتهم. their students يعني التلاميذ بتاعتهم. هم المدرسين بيحتاجوا ايه للتلاميذ بتاعتهم؟ بيحتاجوا ان هم يشجعوهم. دايما المدرسين يا ولاد بيحتاجوا دايما ان هم يشجعوا التلاميذ بتوعهم. طب يشجعوا يعني ايه؟ encourage يعني يشجعوا. encourage يعني ايه؟ يشجعوا. طيب نقطة، هبتدي جملة جديدة. the teachers المدرسين needed to بيحتاجوا أن يكونوا. يعني يكونوا. هو المدرسين دايما بيحتاجوا ان هم يكونوا ايه؟ دايما يا ولاد المدرسين بيحتاجوا ان هم يكونوا صبورين، عندهم صبر. دايما بيحتاجوا ان هم يكون عندهم ايه؟ صبر. طب صبر يعني ايه؟ patient يبقى حط كلمة patient صبور. يبقى the teacher needed to بيحتاجوا أن يكونوا patient صبورين. نقطة، هبتدي جملة جديدة. good teacher يعني المدرس الجيد أو المدرس الكويس. is بيكون always دايما ايه؟ to learn أن يتعلم. هو المدرس الجيد يا ولاد دايما بيكون ايه؟ أن يتعلم.
دايما بيكون جاهز ان يتعلم. المدرس الجيد يا ولاد دايما بيكون جاهز انه يتعلم. طب جاهز يعني ايه؟ ready to learn. ready to learn جاهز ان يتعلم. شفتوا لما لقينا حرف الجر to على طول حطينا قبليه كلمة ready، جاهز ان learn يتعلم. يبقى الجود تيتشر المدرس الكويس is بيكون always دايما ready to جاهز ان learn يتعلم. تعالوا بقى يا ولاد نروح للسؤال الثالث، سؤال التوصيل. خلي بالكم يا ولاد حتى لو كان سؤال التوصيل اتلغى، بس الجمل اللي موجودة ديت جمل مهمة جدا، لازم نحفظها ونفهمها كويس قوي عشان بتيجي في هيئة اشكال تانية حتى لو جت بغير اشكال التوصيل يعني، فلازم نكون عارفينها وحافظينها. تعالوا نروح بقى للعمود نمبر A ونبتدي نقرا الجملة نمبر 1. teachers يعني المدرسين. need بيحتاجوا. teachers need يعني المدرسين بيحتاجوا. الجملة نمبر 2. teachers المدرسين encourage بيشجعوا. teachers encourage المدرسين بيشجعوا. الجملة نمبر 3. أنا but بحط أو بضع. but يعني بحط أو بضع. box الكتب. but box يعني أنا بحط الكتب، أنا بضع الكتب. but box أنا بحط الكتب. نروح للجملة نمبر 4. teachers المدرسين need to بيحتاجوا أن. be يكونوا. نروح للعمود B نبتدي نقرا الجملة نمبر A. it's إنه أو إنها. it's يعني إنه أو إنها. hard work يعني عمل. hard يعني شاق أو متعب. hard work يعني عمل شاق أو عمل متعب. الجملة نمبر B. their يعني بتاعتهم. students يعني التلاميذ. their students يعني التلاميذ بتاعتهم. يعني التلاميذ ايه بتاعتهم. الجملة نمبر C. on يعني على. the shelf يعني الرف. عارفين الرف اللي بنحط عليه الكتب او بنحط عليه اي حاجة؟ الرف ده اسمه ايه؟ shelf يعني الرف. on the shelf يعني على الرف. طب الجملة نمبر D. very يعني جدا. patient يعني صبور. very patient يعني صبور جدا. الجملة نمبر E. to يعني أن. think يعني يفكر. يعني يفكر. quickly يعني بسرعة. think quickly يعني يفكر بسرعة. تعالوا بقى نبتدي نحل مع بعض. نحل الجملة نمبر 1 نقول ايه؟ teachers need المدرسين بيحتاجوا to think quickly أن يفكروا بسرعة. teachers need to think quickly المدرسين بيحتاجوا أن think quickly يفكروا بسرعة. طب ليه يا مستر هو المدرسين بيحتاجوا يفكروا بسرعة ليه؟ عشان التلاميذ بتاعتهم يا ولاد لو جم سألوهم في أي حاجة، جم طلبوا منهم أي معلومة، المدرس يقدر يقولها لهم بسرعة، ما يقعدش يدور في الكتب ويدور على الإجابة. لأ،
المدرس الكويس دايما بيفكر بسرعة عشان يقدر يجاوب على التلاميذ بسرعة ويقدر يفهمهم بطريقة سهلة وبسرعة. عرفتوا ليه المدرسين بيحتاجوا ان هم يفكروا بسرعة؟ يبقى تاني teachers need to بيحتاجوا ان think quickly يفكروا بسرعة. طب نروح للجملة نمبر 2، نحل الجملة نمبر 2. teachers encourage المدرسين بيشجعوا their students التلاميذ بتاعتهم. دايما يا ولاد المدرسين بيشجعوا التلاميذ بتاعتهم. teachers encourage their students المدرسين بيشجعوا التلاميذ بتوعهم. طب نحل الجملة نمبر 3. I put books أنا بحط الكتب on the shelf على الرف. على الرف. أنا دايما لما باجي بحط الكتب بتاعتي بحطها على الرف. I put books on the shelf أنا بحط الكتب on the shelf على الرف. طب نحل الجملة نمبر 4. teachers need to be المدرسين بيحتاجوا أن يكونوا، هو المدرسين بيحتاجوا يكونوا إيه؟ very patient يكونوا محتاجين يكونوا إن هم صبورين جدا، عندهم صبر كتير عشان يقدروا يستحملوا التلاميذ ويقدروا يعلموهم كويس. يبقى المدرسين دايما يا ولاد بيحتاجوا يكونوا إيه؟ very patient صبورين جدا. teachers need to be very patient صبورين جدا. تعالوا بقى يا ولاد نروح للصفحة اللي بعديها، صفحة 233، ونحل مع بعض سؤال ترتيب الكلمات عشان نعمل جمل صحيحة. خليكم فاكرين يا ولاد ان السؤال ترتيب الكلمات ده اتلغى السنة دي، بس الكلمات والجمل ما اتلغتش، فالكلمات ممكن تجيلنا في هيئة أسئلة تانية، فاحنا لازم نكون فاهمين معاني الكلمات كويس قوي وفاهمين الجمل كويس قوي. يعني هو السؤال ترتيب الكلمات اتلغى بس الكلمات والجمل نفسها ما اتلغتش، بتجيلنا في هيئة أسئلة تانية. خلي بالكم من الحاجة دي مهمة جدا. تعالوا نبتدي نحل الجملة نمبر 1. بتقول لي ايه؟ people يعني الناس. show يعني أظهر. أظهر أو أبين. إحنا to يعني أن. older يعني أكبر. respect يعني أحترم أو الاحترام. respect يعني أحترم أو الاحترام. في هنا كلمات يا مستر لازم تيجي جنب بعضيها. عندي 3 كلمات لازم يجوا جنب بعضيهم. ايه هما ال3 كلمات دول يا مستر؟ show respect to 3 كلمات دول اول ما بشوفهم لازم يجوا جنب بعضيهم. طب يعني ايه show respect to؟ اظهر الاحترام الى احنا قلنا كلمة to بمعنى الى او ان، يبقى show respect to اظهر الاحترام الى. ادي 3 كلمات يجوا جنب بعض. ارتب بقى كلمات حسب المعنى. اقول ايه؟ طبعا لازم تيجي في الاول عشان حاطط تحتها خط، يبقى اقول ايه؟ we show respect to احنا نظهر الاحترام الى older people الناس الكبيرة او الناس الاكبر. older people يعني الناس الاكبر مننا. يعني دايما يا ولاد الناس الاكبر مننا احنا بنحترمهم. يبقى we show respect to older people احنا بنظهر الاحترام الى older people الناس الاكبر، الناس الكبيرة. طب نروح للجملة نمبر 2. through يعني ارمي. through يعني ارمي. don't يعني لا.
I يعني أنا. litter يعني الزبالة. litter يعني الزبالة. طيب في كلمتين لازم يجوا جنب بعضيهم زي كلمة ايه يا مستر؟ throw litter ارمي الزبالة. دايما يجوا في اي سؤال يجوا جنب بعضيهم. اول ما الاقي throw litter اجيبهم جنب بعض على طول. ارمي الزبالة. طيب تعالوا بقى نرتب الكلمات حسب المعنى. طبعا كلمة I عشان شادد تحتها خط تيجي في الأول، يبقى I أنا don't لا throw litter أرمي الزبالة. أنا مش برمي الزبالة. I don't throw litter أنا مش برمي الزبالة، مش برميها على الأرض يعني. طب نروح للجملة نمبر 3. to do أن تفعل. to do يعني أن تفعل. do تفعل. طيب what يعني ما أو ماذا. what يعني ما أو ماذا. you أنت. want to read. do هنا فعل مساعد لازم يجي تاني حاجة في الجملة. أول ما تلاقي كلمة do لوحدها يبقى لازم تيجي تاني كلمة في الجملة بعد علامة الاستفهام. طب يلا بقى نرتب الجملة. يلا اول كلمه اللي شارت تحتها خط كلمه ايه؟ وات، يبقى اجيبها في الاول. دو اجيبها بعديها عشان هي الفعل المساعد اللي دايما بيجي بعد علامه الاستفهام على طول. يبقى what do you want ماذا تريد انت to do ان تفعل. to do يعني ان تفعل. يبقى what do you want ماذا تريد ان to do ان تفعل. نروح للجملة نمبر 4. questions يعني أسئلة. surprising يعني مفاجئة. يعني مفاجئة. surprising يعني مفاجئة. students يعني تلاميذ. ask يعني يسأل. always يعني دايما. في هنا كلمات لازم تيجي جنب بعض زي كلمة ايه؟ surprising questions أسئلة مفاجأة. كلمتين دول لازم يجوا ورا بعض. surprising questions أسئلة مفاجأة. أسئلة مفاجأة. طب يلا بقى نرتب الكلمات حسب معنى الجملة. فين الكلمة اللي شارت تحتها خط؟ كلمة students احطها في الاول. اقول ايه؟ students always التلاميذ دايما. ask بيسألوا. surprising questions اسئلة مفاجأة. surprising question. يبقى الجملة تاني. students التلاميذ always دايما. ask بيسألوا. surprising questions أسئلة مفاجأة. تعالوا بقى يا ولاد نحل السؤال الخامس. سؤال البانكتويت يعني علامات الترقيم. علامات الترقيم. نبتدي نقرا الجملة اللي هو مديهاني الأول. do طالما جت في أول الكلام في أول الجملة يبقى معناها هل. يبقى تاني do طالما جت في أول الكلام يبقى معناها إيه؟ هل. في أول الكلام بس. do لو جت في أول الكلام يبقى معناها هل. يبقى كده بيسأل سؤال. هل you أنت want تريد to أن be تكون be يعني تكون teacher مدرس. هل أنت تريد أن تكون مدرس؟ ده سؤال ولا جملة عادية؟ سؤال يا مستر. ليه؟ لأنه بدأ بدو ودو معناها هل يعني سؤال. أحلها ازاي بقى الجملة ديت؟ أحط علامات الترقيم ازاي؟ أول حاجة أول حرف في الجملة أكتبه كابيتال. فين هنا أول حرف؟ حرف الدي. يبقى أكتبه كابيتال. أكتب حرف الدي كابيتال وأكتب بقية الكلمة عادي. وبعد كده أكتب بقية الجملة كلها عادي. أكتب الجملة كلها عادي وأحط في الآخر علامة استفهام
واحط في الاخر ايه؟ علامة استفهام. ليه حطيت علامة استفهام؟ لانه بيسأل سؤال. لكن لو كانت جملة عادية احط نقطة، لكن هنا عشان بيسأل سؤال احط علامة استفهام. يبقى تاني عملت ايه؟ اول حرف في الجملة اللي هو حرف الدي كتبته كابيتال، وكتبت بقية الكلمة زي ما هي، وكتبت بقية السطر كله زي ما هو، وجيت في الاخر حطيت علامة استفهام.